اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض الشيش طاووق بطريقه سهله وطريقه بسيطه ومش هتاخد مننا وقت. والنهارده مش هنعمله في الفرن، النهارده هنعمل الشيش طاووق بتاعنا على الشوايه اللي هي على البوتاجاز، يعني في الجريل، تمام، او على الشوايه الكهرباء. نجرب النهارده على الشوايه الكهرباء، ما عملتش معاكم انا الشيش طاووق على الشوايه الكهرباء. هنعمله مع بعض النهارده بطريقه سهله وان شاء الله مش هتاخد مننا وقت. هنا حبايب قلبي عندي الخضار اهو بتاع الشيش طاووق. طبعا انت عايزه تعملي صدور اعملي، عايزه تعملي وراك اعملي. انا عامله النهارده الشيش طاووق الوراك اهو، لسه ما قطعتوش هقطعه. عندي هنا طماطم، عندي فلفل، عندي بصل. ده الايه الحاجات اللي هي الديكوريشن اللي احنا بنحطها في قلبيه، تمام. عندي هنا البهارات، عندي ملح، عندي بابريكا، عندي بهارات فراخ، فلفل اسود وشويه روزماري. هو ده كل الايه البهارات. عندي هنا زبادي، تمام. وعندي هنا بقى الفراخ اللي هي الشيش طاووق، عندي صويا صوص، وعندي دبس رمان وشويه خل تفاح. اول حاجه هعملها انا عايزه اقطع الشيش طاووق الاول، وتقطعيه بالطريقه اللي انت عايزاها وبالحجم اللي انت حباه. اهو انا هقطعه القطعه تبقى كده، تمام، اهو زي ما انتم شايفين، تمام. الزيادات دي هاخدها لان انا هعمل لازانيا، فالزيادات دي هاخدها هعملها هفرمها مع الفراخ بتاعه الايه اللازانيا. هقطع كله كده واخلصه وبعد كده ارجع لكم تاني. كده خلاص قطعنا الفراخ، هنبتدي بقى نشوف هنعمل ايه. التتبيله بتاعه الايه الشيش طاووق تتبيله سهله. هنا اول حاجه هحط شويه خل كده، شويه خل صغيرين، تمام. وهنا هحط شويه دبس رمان، طبعا بيخلي التتبيله حلوه قوي. وهحط هنا شويه صويا صوص، او العكس، انا مسكت الازازتين عكس بس مفيش مشكله، تمام. يبقى ده دبس الرمان والتاني صويا صوص، مفيش مشاكل. وهنزل هنا بشويه زيت. عندي هنا التوابل بتاعتي والملح هحطها زي ما انتم شايفين كده اهو. وهنزل بقى بالزبادي، هحط كده معلقتين 3 زبادي. مفيش زبادي وعايزه تحطي لبن حليب حطي، مفيش مشكله. احط انا كده ايه كده الزبادي، تمام. وهقلب بقى التتبيله بتاعتي دي كلها كده، تمام. انا هزود في الزبادي شويه عشان هاخد من ده شويه، وخليكم مركزين معايا ان الشويه اللي انا هاخدهم من هنا هزود بقى الزبادي اهو. هاخد معلقتين عشان هحتاجهم في حاجه وهقول لكم عليها لما هعملها، بس طبعا هعملها وصفه ثانيه وفيديو ثاني لوحده، تمام. هناخد شويه في العلبه دي كده، وخليكم مركزين معايا بعد ما ايه ما اخلص اهو، تمام. قلبت الخليط بتاعي تماما كده اهو، كده حبايبي. هاخد بس كام معلقه هنا هنستخدمهم في وصفه ثانيه، بس بالمناسبه طالما انا عملت فهخليهم كده مع ايه معانا على جنب اهو كده. دول كده انا خدتهم هنعمل بيهم حمام كداب، تمام. كده انا نزلت بقى بالتوابل بالحاجات بتاعتي كلها وعملت الخلطه. هنزل بقى بالفراخ بتاعتي كده الوراك. وانت زي ما قلت لك حابه تعملي صدور اعملي صدور، مفيش ادنى مشكله. هقلب الخلطه دي وهسيبها شويه مع نفسها كده قد مثلا نص ساعه لحد ما اخلص الحاجات اللي ورايا. انا هعمل النهارده مع الشيش طاووق ده هعمل لازانيا، تمام. وهنعمل حمام كداب، بس هعمل ده فيديو لوحده وفيديو لوحده، تمام حبايبي اهو. كده خلاص خلصنا كده التتبيله بتاعه الايه الشيش طاووق اهو. هركنها على جنب ونشوف هنعمل ايه. كده حبايب قلبي خلاص بقى هنجيب العصيان، ودي انا مجهزاها بتبقي نقعها في شويه ميه الاول عشان ما يعني لو حطيناها في الفرن ما تبقاش تتحرق او حاجه، فانا كنت مجهزاها وايه وعاملاها. هنيجي هنا بقى ايه نشوف هنعمل العصيان بتاعه الشيش طاووق بتاعتنا زي ما احنا متعودين. هنحط كده قطعه فلفل، وهحط قطعه بصل، نعمل بس واحد كده مع بعض. طبعا انا عامله فلفل بس ايه احمر واصفر كفايه. وهبتدي احط قطعه الشيش، قطعه تانيه اهو. وهعيد الموضوع تاني، احط بقى قطعه واحده كده فلفل، وانزل بقطعه تاني من الشيش، وقطعه صفراء مع البصل. الحاجات دي جميله قوي، الخضار ده في الشوي بيبقى رائع بصراحه يعني. وهكذا اظبط بس الايه الشيش بتاعنا كده. وهحط بقى طماطم، ما حطيتش طماطم، نحط قطعتين طماطم كده. وهبتدي احط برده قطعه ايه فراخ زي ما انتم شايفين. اصبح عندنا المنظر ده اهو كده حبايبي. احطه على جنب، تمام. وابتدي اعمل واحد تاني، ماشي. هخلص كل الكلام ده وبعد كده ارجع لكم ونشوف هنشويه على الشوايه ازاي، تمام. سهل وبسيط وما بياخدش وقت، واكله لذيذه ومشبعه بصراحه يعني، تمام. نخلص بقى ده كله وبعدين ارجع لكم تاني.
خلاص حبايبي اهو عملنا الشيش طاووق زي ما انتم شايفين اهو. شايفين الجمال وشايفين الشكل وشايفين المنظر وشايفين، يعني مش قادره اقول لكم. هنجيب بقى الشوايه بتاعتنا وهنحطها في جنب كده، وهنبتدي نشوي الايه الشيش طاووق على الشوايه. كده يا حبايبي انا حطيت الشوايه زي ما انتم شايفين، وهبتدي بقى اظبطها. انا هحط فيها بقى هنا شويه ميه كده، تمام. وطبعا مجرد ما هتسخن هبتدي بقى احط الايه الشيش طاووق بتاعنا، تمام كده حبايبي. الشوايه بس تسخن خالص، وبعد كده نبتدي نحط الحاجه بتاعتنا. كده حبايبي هبتدي بقى انزل بالسياخ بتاعت الشيش طاووق اهو، تمام. ارصها كده جنب بعضها، احاول ان الشوايه تاخدهم ان شاء الله كلهم. كده، وطول ما انا واقفه بقى اقلب في الايه. تعالي كده انت الناحيه دي شويه، خليكي جدعه كده، ونحاول نحط الايه الزيت الاخير كده. هي ايه هتطلع بامر الله مظبوطه ان شاء الله رب العالمين، تمام كده. مجرد ما تتعمل من ناحيه، شايفين يعني افضل اقلب فيها كده على كل الجوانب لحد ما احس ان هي كلها اتعملت من جميع النواحي كده حبايبي، تمام. هفضل اقلب فيها لحد ما ينتهي ونخلص من الشيش طاووق نهائي. حبايب قلبي كده الشيش طاووق بتاعنا زي ما انتم شايفين على نار هاديه كده وعلى حاجه واحده واحده، وطلع معانا بالشكل الرائع ده. باقي حاجه بسيطه، كل الحتت ديت اخليها متحمره كويس قوي، وكده الشيش طاووق بتاعنا. شايفين حبايب الجمال، شايفين الطعامه اهو. طول ما انا واقفه عماله اقلب فيه، اي نعم يعني شويه هتحس انك انت تعبتي، بس في النهايه هتاخدي نتيجه مبهره، تمام حبايبي كده. الشيش طاووق بتاعنا خلاص، دي حته بصلايه مش مشكله نخليها هنا على الشيش طاووق كده حبايبي. خلاص خلصناه، هنرصه في الطبق بقى بتاعنا وهنشوفه بالشكل النهائي اللي احنا طلعناه بيه. هو كده الشكل النهائي بتاعه، ولكن هوريه لكم برده مع السفره بتاعتنا اللي احنا عملناها النهارده. لكن انا بعمل كل فيديو لوحده عشان احس ان انا ما طولتش عليكم وتزهقوا مني كده. خلاص خلصنا الشيش طاووق، وتعالوا بقى بينا نشوف هنعمل ايه تاني. حبايب قلبي خلاص طلعنا الشيش طاووق، وهنرصه بقى في الطبق بتاعنا بالشكل الرائع اللي انتوا شايفينه ده كده حبايبي. احلى شيش طاووق ممكن تعملوه بطريقه سهله وجميله، ويعني مش قادره اقول لكم على الطعامه وعلى الجمال. ده كان الشيش طاووق بتاعنا حبايب قلبي، واتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسونوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه، فعلوا الجرس حبايبي عشان يوصلكم كل جديد، ويا رب دايما اشوفكم على خير.